بصوا بقى كده حبايب قلبي، الرولات دي بعد ما طلعت معانا عايزه اقول لك ريحتها بقى قويه جدا، ريحتها تحفه. عايزه اوريها لك من الجنب بتبقى عامله ازاي، جميله جدا. تعالوا بقى كده نغرفها مع بعض كده، تطلعي بقى يعني ايه كام رول كده على قد اللي هياكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى الجمال ده كده بعد ما غرفتها اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. الرولات طالعه ازاي وبالصلصه اللي انا عاملاها معاها، والكفته الجميله و... والذره بقى. عايزه اقول لكم الذره ده يا جماعه دخلوه في كل اكل ليكوا او حطوه جنب اي اكل كنوع من انواع المقبلات. ده حلو جدا، دي الذره الحلوه. بتتباع في الهايبرات، جميله جدا. بتجيبيها بتحطيها في الفرن او بتسلقيها بتشوحيها في الزبده، يعني جميله جميله ومفيده جدا. هو يعني الذرة بتبقى كبيرة، ممكن تقسميها زي ما انا عاملاها كده عشان طبعا هي كبيرة محدش هيقدر يعني ياكلها كلها مرة واحدة اهو. طبعا ما ننساش بقى العيش البلدي جنبه، بتقطعيه بالشكل ده كده. عايزة الرز زي ما انت عايزة. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش الشير واللايك والكومنتس. يلا بينا بقى نشوف الوصفة الجميلة دي اتعملت ازاي. ازيكم حبايب قلبي، صباح الفل عليكم، صباحكم رضا من الرحمن. عاملين ايه؟ بتوحشوني من الفيديو للتاني. قبل ما ابدا كلامي احب اعرف بنفسي اللي لسه ما يعرفش قناتي. انا نهى من قناه من ايد نهى، قناه متنوعه دايما فيها كل جديد، يا رب تنال اعجابكم. احب اعرف انتوا بتشاهدوني منين، يا ريت كلكم تكتبوا لي في التعليقات المحفزه بتاعتكم اللي بتخليني ان انا استمر واكمل. النهارده كده وصفه جميله، وصفه جديده اول مره في القناه عندي. طب انت هتعملي لنا ايه يا نهى بقى كده؟ قبل ما ابدا كلامي بقى لازم تقومي الصبح كده بطاقه ايجابيه، بكوبايه الكافيه بتاعتك مع بسكوته مع اي حاجه، وتروقي يومك كده. شغلي لك بقى اذاعه القران الكريم، وبعد كده الاغنيه اللي انت بتحبيها، ويلا بينا بقى نبتدي الوصفه. هتعملي لنا ايه النهارده يا نهى؟ النهارده هعمل رولات البتنجان بالكفته، وصفه جديده صراحه انا شفتها عجبتني. يعني هي وصفه منقوله لان انا بحب اعطي كل حق حقه. شفتها في قناه تركيه عجبتني، قلت ابداها معاكم النهارده كده واعملها. طب مكونات الوصفه ايه؟ هنجيب كده البوله بتاعتي او اي حاجه انت عايزه بقى تعملي فيها. هننزل باللحمه المفرومه، طبعا الكميات على حسب ما انت عايزه. الكميات دي بتاعتك انت يا ست الكل، انا مش هتحكم فيها. هعمل كفته النهارده زي ما انت شايفه كده. نزلنا بقى باللحمه المفرومه هنعمل الكفته. وطبعا هقلي البتنجان مش محتاج طبعا اقول لك تقليه ازاي يعني، بس اهم حاجه تقطعيه بالطول زي ما هتشوفي معاه. طيب نزلت بنص كيلو اللحمه المفرومه، وهنا هنزل عليهم بالبصلايه المفرومه، بصلايه كبيره ما تكتريش، وقرن فلفل حراق. طبعا زي ما انت شايفه كده. بصي البصله انا شايله منها الميه بتاعتها عشان اصبع بيها الكفته بتاعتي. دي خطوه مهمه جدا، اوعي تسيبي الميه فيها عشان ما تفكش. وهنا بقى البهارات بتاعتي، كل البهارات اللي انت عايزه تحطيها حطيها. انا حاطه بقى كبابه صيني، بهارات مشكله، اللي هو السماق، ملح، فلفل، بصل بودر، توم بودر، والبابريكا. واوعي تنسي اهم حاجه، يعني على طرف المعلقه كده من البيكنج باودر او البيكنج صودا. دي مهمه جدا عشان الكفته تطلع هشه معاكي وتطلع جميله وهشه معاكي، ما يبقاش فيها اي حاجه مكتومه. بصي هنا برضو انا عايزه اوريكي البتنجان انا مقطعاه ازاي. انا مقطعاه بالطول زي ما انت شايفه كده. هبدا ان انا انزل بيه كده. حبيت بس اوريكي الطول بتاعه لان دي اهم حاجه عشان تلفي فيها صوابع الكفته. هنا خلاص بقى حطيت على الكفته كل الحاجه اللي انت عايزه تحطيها من بهارات، من بصله مفرومه ومتصفيه من الميه بتاعتها. هبدا كده ان انا لابسه بقى الجلافز بتاعي، وتبداي ان انت بقى تعجنيها عجنه حلوه جدا. لو عايزه تحطي خضره حطي، ده شيء يرجع لك، بس انا حقيقي مش بحب الخضره مع الكفته. بصي بقى حبيبه قلبي، الكفته عجنتها اهي بالشكل ده. وطبعا انا قلت لك ما بحبش احط خضره. انا لقيت عندي خضره اللي هي المطحونه اللي بتيجي من عند العطار. حقيقي كنت جايباها من عطار في الحسين، كانت روعه، فرحتها حلوه جدا فحطيت منها. لكن انا مش بحب احط من الخضره اللي هي الطازه دي، يعني بحس انها ايه، بتدي ميه شويه او كده، بتخليش الكفته حلوه. بصي الكفته حلوه معايا ازاي، جميله جدا. الوقت بقى ان انا هبدا ان انا اصبعها معاكم، بس عايزه اوريكي برضو البتنجان بعد ما قليته. بصي بقى الجمال، بصي بالطول ازاي.
اهو انا قلت لك عايزاه بالطول عشان نلف فيه الكفته، فده شيء مهم جدا عشان تعرفي تتحكمي وتلفي الكفته. للناس بقى اللي مش بتحب تحمر واللي بيعملوا بقى دايت ورجيم وحاجات من دي، ممكن تدخليها تقطعيها شرايح وتحطيها في الفرن برضو، هتاخد نص سوا وهتبقى حلوه معاكي. يلا بينا بقى نصبع الكفته مع بعض. جبت هنا الميه بتاعت البصل اللي قلت لك عليها، هبدا ان انا كده ابل ايدي بميه البصل وتاخدي بقى من الكفته. ما تعمليش صوابع كبيره عشان اولا تبقى كميه موفره معاكي. اهو بصي بصي الجمال، انا عايزاه رفيع كده مش عايزاه تخين قوي عشان يكفي القطعه بتاعه البتنجان ويبقى يستوي بسرعه. اهو بالشكل ده كده. طبعا ما تنسيش تظبطي الحدق بتاع الكفته وتقليه شويه. عشان ايه؟ عشان لسه هنحط صلصه بيبقى فيها ملح، عشان ما تلاقوهوش مملح معاكي. اهو بالشكل ده كده. وهديها بس هدخلها الفرن، هديها تقليبه على النار بس تدخل في نص سوا كده، لان هي لسه هتكمل السوا بتاعها في الصلصه. اي حاجه اللي انت عايزاه. اهو بالشكل ده كده. هكمل الكميه وهرجع لك. بصي بقى حبيبه قلبي، هنا صبعت الكفته اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده بقى. ظبطتها اما قفلت وقفت الكاميرا يعني، وحاولت على قد ما اقدر اعملها رفيعه زي ما انت شايفه عشان طبعا تكفي كميه البتنجان، وعشان هي اصلا بسم الله ما شاء الله ما بتستوي. طبعا احنا عارفين ان هي دي كفته حلوه فما بتكشش ولا حاجه. هنا بقى جبت الطاسه اللي على النار، حطيت فيها معلقه زيت بس بسيط، ما حطيتش كتير، وبدات ان انا اشوح فيها الكفته بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. يعني تقعدي تقلبي فيها شويه كده في الطاسه بس اوعي تفك منك، وطبعا طالما انت عاملاها مظبوطه مش هتفك منك خالص. واهو بالشكل اللي انت شايفاه كده معايا. هنا بقى خلاص خلصت الكفته القلي بتاعها. حطيت بقى صلصه، كان عندي يعني كيس صلصه فيه توم، فانا حطيته اللي هو صلصه بتوم، حطيت عليه حبه عصير البصل المتبقي بقى عشان برضو يدي التوم مع البصل يدي طعم حلو، وزودت صلصه وكده بقت الصلصه عندي جاهزه. وعايزه تحطي طماطم براحتك. هنا بقى خلاص اهو الكفته طلعت معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هبدا ان انا اصبع الفها كده. اهي طريقه سهله جدا ما فيهاش صعوبه ما فيهاش اي حاجه. انت ما بتشوفي بس الوصفه كده اول مره بتحسي انها صعبه، لكن ما فيهاش اي حاجه، اكنك بتلفي محشي عادي او بتلفي اي حاجه. صراحه وصفه روعه يا جماعه، جربوها وهتبهرك بجمالها وبشياكتها وفي العزومات وليكي ولبيتك. اهو بالشكل ده بتحطي صباع الكفته كده في الرول اللي انت عاملاه بتاع البتنجان، وبتبداي ان انت تلفيها. لو حاسه ان صباع الكفته تخين شويه ممكن تقسميه نصين، او لو انت عايزه تزودي الكميه تقسميه نصين، ما فيش مشكله. اهو هنا الصينيه بتاعتي خلصت اهو، كلها رولات البتنجان كده زي ما انت شايفه بالكفته. حطي بقى قرنين فلفل كده لو عندك على الوش، ما عندكيش ما فيش مشاكل. دلوقتي بقى هبدا ان انا انزل بالصلصه اللي انا عاملاها بعد ما رصيتي طبعا الرولات كلها. والصلصه تكون دافيه طبعا، ما تكونش ساقعه، ده كله بيبقى ايه لا اما سخنه لا اما دافيه، لان طبعا الوصفه كلها مستويه معانا. يا دوبك هتدخل الفرن بس ايه تتشمع كده وتاخد وش عشان تبقى جاهزه للتقديم. فيديو بسيط ما فيهوش اي حاجه، يا ريت تجربيها. اهي الصلصه انا نازله بيها على الوش زي ما قلت لك. وبرده ممكن لو عندك جبنه بقى موتزاريلا، عايزه تحطي شويه بشاميل، عايزه اي اضافه من عندك هتبقى حلوه يا ست الكل. بس اهم حاجه ان احنا ننشط نفسنا كده ونجرب وصفات، نبطل بقى الوصفات التقليديه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك والكومنت. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.